جماعة حد خد باله من اللي سامسونج عملته الفترة اللي فاتت؟ سامسونج الفترة الأخيرة اكتسحت سوق الشباب وسيطرت عليه وضمنت الجنزي لسنين قدام. ازاي؟ مبدئيا سامسونج كان عندها صراع شرس في مصر السنين اللي فاتت مع هواوي وريلمي وشاومي على الفئة المتوسطة، أكبر فئة بتشتري موبايلات في مصر، وعشان توصل للفئة دي كان لازم تخلي الشباب يحبوها. فعملت ايه؟ أول حاجة سامسونج قدمت موبايلات بأسعار معقولة ب AI features الشباب كانوا بيدوروا عليها، معاها سوفت وير مستقر وضمان كويس. تاني حاجة سامسونج عملت 3 ماركتنج كامبينز من أروع ما يمكن. أولهم إعلان جالاكسي A سيريس مع ويجز أيقونة الجيل وأكتر فنان المفروض إنه بيعبر عن الشباب دلوقتي، وعملوا إعلان في شكل أغنية راب. كلمات الأغنية نفسها هي مميزات سامسونج. إعلان خلاك حافظ وبتغني مميزات التليفون في كل حتة، وفي 11 شهر بس جاب 68 مليون فيو على يوتيوب أورجانيكلي، ده غير الإعلانات. تاني كامبين كان إعلان جالاكسي S25، جابوا آسر ياسين وأمينة خليل، دول نقدر نقول إنهم دريم مودلز لمعظم الشباب، وطبعا كسروا الدنيا لان سامسونج بتعرف تختار الامباسادرز بتوعها كويس جدا. تالت كامبين واللي اكيد عدى عليك، جابوا مرموش اكتر شخصيه ترندي الفتره دي والجيل فخور بيها جدا، ومعاه ويجز، وعملوا اغنيه لو طلعت لك في اعلان على يوتيوب مش هتعديها، هتفايب معاها. لغايه هنا سامسونج عامله اللي عليها وزياده، ولكن الظروف العالميه تجمعت عشان تبقى سامسونج اكتر براند محظوظ في المجال ده. لو فاكرين في ولايه ترامب الاولانيه اخد قرار بمنع الاندرويد عن هواوي، وده معناه ان هواوي واونر بقوا بره المنافسه. بعدها الحكومه المصريه فرضت ضرايب وجمارك على الموبايلات، واكتر براند اتاثرت هي ابل، والايفون سعره عالي جدا، لكن سامسونج ما تاثرش لانه بيتصنع في مصر. كل الحاجات دي خلت سامسونج هو الاختيار الاقرب ما بين الشباب. بس كده، قولوا لي ايه اكتر اعلان لسامسونج عجبكم؟